اليوم بسبب الذكاء الصناعي صار ممكن تصنع أي شيء في بالك. قبل 8 سنوات احتجت 14 شهر علشان أصنع تطبيق بسيط. اليوم في ربع ساعة قدرت أصنع 5 أضعاف جودته. خلال آخر 12 شهر بدينا نشوف تطبيقات هائلة في متاجر التطبيقات بسبب استخدامهم لكلود كود، كودكس، لافابل، وهالتطبيقات اللي بصوتك بس تقدر تصنع تطبيقات في أقل من أسبوع. ولكن خلال 6 أشهر القادمة راح نشوف شيء جديد. من خلال جملة واحدة تقدر تصنع برنامج كامل وتنشره في ربع ساعة بس. أنا احتجت يومين كاملة وتقريبا أسبوع لحد ما أحسن هذا التطبيق وأنشره في متجر التطبيقات. وبالمناسبة أمس نزلت له تحديث فيه ميزات كثيرة مفيدة جدا لأصحاب الأعمال، صناع المحتوى، تقدر تصنع لك الفواتير في ثواني. خلال الفترة القادمة أيضا بنبدأ نشوف شيء هو بدينا من أسبوع تقريبا، شفنا فوتوشوب وهيكسفيلد وإلى آخره، شيء اسمه MCP، واللي هو من خلال جيميناي، شات جي بي تي وهالتطبيقات تقدر تخاطب التطبيقات الأخرى والخدمات الأخرى. بيكون حلقة الوصل هو شات جي بي تي أو جيميناي. لكن بعدها راح يصير شيء غريب، وحتى إيلون ماسك قال الكلام نفسه اللي الحين بقول لكم إياه. أغلب تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل جيميناي، جروك من اكس وشات جي بي تي راح يكونوا بتاع كله. فيهم خدمات الدفع، فيهم تطبيقات، فيهم كل شيء. فمعظم شغلك راح يكون من خلال هذه الأدوات. وللعلم شات جي بي تي اوبن اي اي قاعد يسوي لك تلفون كامل في هذا النظام، وراح نشوفه في 2027. ولكن خلال ال5 سنوات القادمة راح يصير أغرب شيء في حياتنا. التلفونات راح تبدأ تتغير جذريا، بتصير نظارات، بتصير اكسسوارات، بتصير شغلات بسيطة وما تحتاج أصلا كل هالعتاد، لأن الأغلب أيضا راح يكون عن طريق الكلاود. الهدف النهائي راح يكون في مايكرو تشيب في راسك، والذاكرة تكون مخزنة وأغلبها في الكلاود، وتتحكم عن طريق النظارة، وبعدها راح تصير عن طريق العدسات. ولكن هل بتكون متفرج في هذه الثورة ولا بتواكبها؟ ارسل الفيديو لأي شخص تحسه مهتم بهذا الموضوع.